السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. تعالى اقول لكم رحنا قرية ايه وكمان اتفسحنا فيها ازاي، وهقول لكم كمان الاسعار وكل حاجة بالتفصيل هنصوروها مع بعض. اول حاجة كده من بالليل كنا صابحين رايحين نتفسح، قلت احضر حاجتي من بالليل زي ما انتوا شايفين، هدوم زوجي وهدوم اولادي وهدومي انا كمان، عشان لما اجي اصحى الصبح على طول احضر الاكل وكمان ايه البس الاولاد على طول، مبقاش ادور على الهدوم وادور على الحاجه وكده. لا، حبيت اظبطها كده بالليل، وبعد كده نيمت الاولاد، صحيتهم اهم من النوم، شطفتهم، لبستهم الهدوم الداخليه، وبعد كده ايه هنبدا بقى ايه هنعمل بقى ايه شويه حاجات كده جميله جدا في الاولاد. حابين هم يعملوا الاشكال دي، اللي هم يحطوا البنطلون وانا القط ايه الصوره على طول، هم حبوا كده على طول. وجبت الطقامة اللي احنا كنا جايبينها وصورتها معاكم بالتفصيل، وكمان قلت لكم الاسعار اللي هي كانت مشتريات العيد يا جماعه. خلاص كده زي ما انتم شايفين لبستهم الطقمه. هنا كانوا بيتعاركوا شويه على الشرابات، يقول لي انت شرابك الازرق وده يقول لي شرابك انت الاسود. طبعا الكبير اسيف والصغير عدي. زي ما انتم شايفين اهو لبستهم خلاص، وهبدا ايه احط لهم البرفان بتاعهم، وهو بتاعي بصراحه بس هم باردين يعني بيحطوا بتاعي، ما علينا. وحطيت لهم بقى هنا وسرحت لهم شعرهم، وخلاص كده خلصت لهم. وادي الفلاتات بتاعتهم طبعا نظيفه ما فيهاش اي حاجه، لبستها لهم بصراحه ورحت مقعداهم. هنا خلاص عطيتهم التليفون ورحت مقعداهم بصراحه، قلت ايه الحق اصور معاكم الاكل بسرعه. اخدنا ايه معانا؟ عايزه اقول لكم يا جماعه يعني المصيف او الفسحه او الرحله بتحب الحاجات التسالي او الحاجات النواشف. ما ينفعش بقى تاخدي مكرونه وطبيخ ومش عارفه ايه. احنا ساعات لو كميه كبيره ومجمعين العيله مع بعض كلنا، بنعمل مثلا كشري او نعمل مكرونه او كبده. الحاجات دي مش هينفع بقى ايه اللي هو الطبيخ، وانا بشوف ناس بتاخد فسيخ ورنجه معاها والحاجات دي. طبعا زي ما انتم شايفين اهو خلصت كده وانا لبست وحضرت الاكل. عملت لهم همبرجر وحمرت بطاطس وجبنه تركي وجبنه بيضه، وجبت لهم شيبسي من بره وحاجه ساعه من بره، وجبت عيش فينو برضو، اخدت عيش من البيت وخيار وترمس، واخدت كمان سوداني وحلويات الحاجة العيد وكده واخدناها. بس بصراحه ما اخدتش كعك ولا بسكوت ولا بدفور، قلت ايه عشان البطن برضو العيل بطنه ما توجعهوش وكده. طبعا هي خلاص كده وصورتهم واحنا ونازلين برضو في الشارع. وهنا خلاص قربنا نوصل القرية. قرية ايه يا جماعة دي؟ الملاهي اللي هي الحديقه بتاعت الحيوانات. عايزه اقول لكم جددوا فيها حاجات جميله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم اول مره اروحها بصراحه، الاول كانوا الناس كتيره بتشكي منها، بس انا اول مره اروحها في حياتي. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا بصراحه، فيها كل حاجه. يعني مثلا فيها مثلا بتاع يعني حته للورد وحته للملاهي وحيوانات، وفي كل حاجه هصورها معاكم ان شاء الله. طبعا خلاص كده احنا على الابواب هنوصل اهو دلوقتي. زي ما انتم شايفين حبيت اصور لكم المنظر الجميل اللي في الشارع ده. العربيات بقى هي ماشيه، كانت الاول زحمه، حبيت اصور لكم الحاجات اللي هي رايقه شويه كده من ناحيه القريه نفسها. خلاص دي احنا عدينا الباب الاول، احنا قلنا له لا عدينا من الباب التاني عشان بصراحه لقينا زحمه. هي عامه العربيه دي متخصصه ايه للقريه دي اللي هي الملاهي وكده والحيوانات وكده. خلاص احنا رحنا الباب التاني ونزلنا خلاص، وهنبدا بقى ايه نلم كل حاجتنا وهننزل. طبعا انا الفسحه دي رحت انا واولادي وزوجي بس، قلت ايه فسحه كده ايه يعني غير لما نلم بعضينا والعيله. هي الصراحه بقى اللمه الحلوه، بس بصراحه بتجيب مشاكل. رحت قلت لا اختصر شويه واقعد انا واولادي وزوجي شويه. خلاص هنا كانت زحمه ما عرفتش يعني اصور لكم واحنا بنقطع التذاكر، كانت كميه زحمه فظيعه فظيعه. كانت التذكرة هنا الدخول ب5 جنيه، يعني أنا وزوجي خمسة وأنا خمسة كده 10 جنيه. الأولاد الصغيرة ما بياخدوش عليها أصلا. بس بقى في المراجيح والملاهي وبيت الرعب والحاجات دي كلها بياخدوا ايه كل حاجه وليها اسعارها. هقول لكم كل حاجه هناك باسعارها ايه، وعايزه اقول لكم اسعارها حلوه قوي قوي بصراحه. انا اول مره اروحها بس بجد اتبهرت. بصوا بقى هنا اللي احلى حاجه عجبتني فيها وارتحت لها نفسيا، الورد. انا بحب الورد جدا جدا اللي هو الطبيعي. عايزه اقول لكم اشكال الورد كده انا عجباني، ومع الشمس ومع الاضاءه شكلها جميل جدا. بس عايزه اقول لكم انا مش عارفه اصور ولا اوضح اكتر من كده عشان الناس كميه ناس كانت فظيعه خالص. احنا رحنا تالت يوم العيد بالظبط، رحنا ولقينا يعني الناس هناك فظيعه فظيعه، تحسي ملايين كده ملايين من الناس. طبعا بصوا هنا بقى الفراخ دي بس مش عارفه اسمها ايه بصراحه قوي. عايزه اقول لكم الفراخ دي مش زي الفراخ البلدي بتاعتنا، لا. عايزه اقول لكم اللي هي الفراخ كبيره كده شبه الامهات، وليها حاجه كده غريبه، وصوتها برضو حلو غريب كده برضو شويه. بس اشكال جميله والاولاد فرحانين بيها، غير الحيوانات اللي هي الفراخ بتاعتنا اصلا. وكان في هناك القرود وفي الاسد وفي وما شفتش النمر خالص بصراحه.
طبعا بصوا انا هنا بوضح لكم على الفراخ، بصوا شكلها عامل ازاي، والاولاد بقى هنا فرحانين، وعادي تدخلي اولادك، وبيت النسناس، وبصوا بقى هنا المراجيح عامله ازاي. خلاص احنا كل ما بنمشي عايزين نقعد في حته اصلا في جنينه، بس مش لاقيين مكان اصلا. وفي الاخر برضو جوزي اكتشف في حته تانية فيها عباره عن ورد وملاهي وفيها كل حاجه تاني غير الحته دي، بس في نفس البيت يعني نفس الحته يعني القريه وكده، بس الدخول دي ب 15 جنيه. ورحنا في الاخر يعني لما لقينا ايه الشمس هنا جامده قوي، رحنا ايه دخلنا الحته التانية. طبعا هخليها لكم الجزء التاني ان شاء الله، عامله لكم عزل كذا جزء، عشان بجد فسحه كانت حلوه قوي، مصوره كل حاجه ان شاء الله معاكم زي ما انتم شايفين. بصوا الشمس بقت جميله والجو جميل، وملاهي بقى وهنا. وبصوا بقى هنا البيت ده برضو ده بيت القرود، هصور لكم برضو في الاخر لما اشوف هنروحوا نوصل هناك مع بعض، هصور لكم برضو الشكل بالظبط. طبعا هنا ركبت اولادي القطر ده كان عاجبهم، ورحت ركبته لهم. ده سعر القطر النفر ب10 جنيه، يا دوبك ما بيكملوش صراحه الربع ساعه، وبيقول لهم يلا عشان كانت زحمه قوي قوي. طبعا زوجي قال لي اقفي هنا عشان الزحمه وكده، وهو اللي راح صراحه وركبهم. زي ما انتم شايفين هو ركبهم، كان يعني كل حاجه اروح انا اقف كده وابص عليهم عشان يفرحوا برضو. و وعايزه اقول لكم للاسف انا ما ركبتش ايه مرجحه، كنت نفسي اركب المرجحه اللي هي السلسله. راح جوزي قال لي لا هتدوخي عشان انت عندك انيميا، هتدوخي ممكن يغمى عليكي، بلاش احسن نخلي الفسحه ايه تتم معانا على خير وكده. هو ركب بقى العربيه اللي هي في الارض دي، عايزه اقول لكم جميله جميله، الاشكال الالعاب دي تحفه جدا، والاولاد فرحانين بيها قوي قوي. زي ما انتم شايفين الاولاد ركبوا القطر هم فرحانين ومبسوطين. عايزه اقول لكم فرحه ابنك بالدنيا كلها او بنتك، يا رب يا رب يدي اللي مشتاق يا رب ان شاء الله، اللهم امين. طبعا بصوا الالعاب بقى هنا شكلها عامل ازاي، انا كنت نفسي اركب اللعبه دي، عجبتني.